تعالوا نشوف بقى الوليمه دي عملناها ازاي النهارده. هي مش وليمه ولا حاجه، هو شويه محشي. ايه ده، لسه ما حطيتش لسان عصفور بس هحطه. تعالوا بقى نشوف تفاصيل اليوم يعني وازاي كان دربكه. والله بدات متاخره بس توفيق ربنا بقى. يلا تعالوا ندخل على الفيديو يا جماعه. صباح الفل. اول حاجه طبعا ايام رمضان انتوا عارفين ايام بتبقى صعبه شويه وصعب فيها التصوير جدا جدا بصراحه يعني. طبعا قلت الحق كده قبل الفراخ ما تعمل دوش في البريستو، مع ان حصل حركه غريبه قوي، جيت اضغط عليها عشان ما تعملش صوت غرقت لي الدنيا. المهم يعني ما حصلش حاجه. دي خلطه محشي. طبعا انا عامله 3 بصلات كبار وعليهم كيلو طماطم، تمام، ملح وفلفل، بحط شويه سكر، ما بزودش اكتر من كده، تمام. يمكن انتوا مش واخدين بالكم من الارض، بس والله العظيم الارض مبلوله، عايزه اخلصها. هخلص دلوقتي بس تقطيع الثواني كده. عايز اشوف الساعه 4:25 دقيقه بالظبط. هخلص تقطيع الخضره وبس الدنيا تبقى جاهزه، لان انا جايبه الكوسه والبتنجان كده متقورين اساسا، فهعيد بس على تقوير الكوسه حاجه خفيفه كده. خلاص بقى عملت الخضره كلها اللي عباره عن بقدونس، شبت، كزبره، نعناع. انا بحب النعناع جدا يا جماعه، جدا جدا جدا، بيبقى طعمه تحفه. البتاعه دي صوتها مزعج قوي بس خلاص هقفلها دلوقتي وهبدا بقى احشي هحشي يعني كوسه وبتنجان، فمش هحشيهم معاكم بقى، مش مهم قوي يعني ان انا احشيها معاكم. بصوا طلعت انا مفرزره فروت سلطات، تمام. هزود عليها شويه موز لان انا بتهيألي ان انا مش حاطه فيها موز، فراوله وبرتقان وتفاح وجوافه، بس كده، مش حاطه حاجه ثانيه لا كيوي ولا حاجه يعني. فهحط عليها موز بس، وبعد كده هحطهم في بولات بقى، وهحط عليهم الصوص بتاعهم هيبقى عصير مانجا يعني عشان تبقى حلوه قوي. في بقى اللي مش عايز خالص فروت سلطات يعني زي جوزي يعني، فهديله عصير مانجا بس. وطبعا اساسي عندنا في حياتنا التمر باللبن كل يوم بس كده. بصوا خلاص حطيت هنا بقى بصوا طماطم، بصل، واللي طلعته برده مطرح الناس اللي منضفين يعني، اوكي. وهنا دي الكميه اللي انا هعملها. لو ملاحظين دول 2 كيلو كوسه اساسا، المفروض ان انا كنت جايبه كيلو بتنجان بس ما عملتوش كله لان محدش بياكل معايا، وشويه فلفل كده هعملهم بس كده. هحشيهم بقى بسهوله جدا ان شاء الله، مش هياخدوا وقت ونخلص الشغل بتاعنا بقى. بصوا خلاص حطيت عصير المانجا وزودت الموز، تمام. دي كوبايه كده لابني الصغير يعني عشان خاطر هياكلها دلوقتي، عجبه قوي فانا مبسوطه. هم دقوه قبل كده كتير، انا حاطه منه علب كتير يعني. وده العصير بتاعنا، ده سوري الفروت سلطات بتاعنا، تمام. والخلطه اهي هقلبها دلوقتي وهبدا بقى في الشغل. خلاص بصوا عملتهم. طبعا قصرت في حق البتنجان لان مش عايزه ازود عن الحله دي. هغطيها بقى، الحمد لله الغطا بتاعها عالي شويه هيقفل فيه معانا. هنحط الشوربه يعني واغطيها واحط شويه سمنه كده بلدي كده على الوش كده، مع اني يعني حاطه سمنه كميه كبيره، بس هو المحشي بيحب الزبده والسمنه، بيحب الحاجات دي. بقى معايا من الكميه على فكره دول كانوا 2.5 كوبايات. بصوا بقى كتير والله. يلا بقى هنحطهم عشان الوقت ازف، مش عارفه هصور لكم النهايه ولا لا بصراحه. هو ده كان اكلنا البسيط. بصوا محشي، وحمرت الفراخ في الفرن، ودي فراخ مشويه، وادي البلح باللبن، وادي الفروت سلطات، وعصير المانجا عشان اللي مش حابب فروت سلطات. يا رب اليوم بتاعي يكون عجبكم. مش عارفه هكمل اليوم ولا لا، لسه هشوف على حسب بقى ما اقدر يعني. صوما مقبولا وافطارا شهيا، وبحبكم جدا 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 جدا. وعايزه اقول لكم بتوحشوني واتمنى اشوف تعليقاتكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. والله ايام رمضان بتبقى متعبه جدا ومتعب فيها قوي 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 التصوير. يلا عايزه اقول لكم سلام. دلوقتي بقى رحنا التدريب مع ابني الصوله بقى، دخلنا سوق الضياء التدريب، هوريه لكم دلوقتي. وده عايز يتصور يا جماعه بس. دخلنا ضياء التدريب. انا فاكره عيني رايحه فين. ماشي، صلينا التراويح وجينا رجع له يعني. بصوا شنطه التدريبات، وهروح له دلوقتي. شوف بقى احنا رايحين في الطوع اهو. قعدنا وعند التدريب 7:30، الساعه دلوقتي 8:30. يا سوري رايحين دلوقتي اي كلام وخلاص. اي كلام وخلاص بس كده. هنروح نشوفه بقى دلوقتي في التدريب. بصوا ست سنين بقى يلعب ورا، واستنى اوريكم ضياء. قعدت كده مستنياه
قرب يخلص التمرين بتاعه يعني. استنوا بقى اوريهولكم. استنوا، انا مش عارفه انتوا هتشوفوه ولا لا، بس استنوا. هو هناك خالص، انا ممكن اقرب الصوره عليه اهو. ده بينطق الكوره ده، مش عارفه كنت بوريهولكم وبعدين الكاميرا فصلت اهو. ورا الاطفال، ورا الاولاد دي بتيشيرت لبني كده. لبسته بنطلون النهارده، بصراحه ما لبستوش طقم التمرين عشان خاطر الدنيا ثلج زي ما انتم شايفين كده، والناس هنا برضو كل واحد لابس اللي هو عايزه يعني. والله يا جماعه احنا لولا في الترتيب، لولا الاضطرار ما كنتش نزلت خالص اساسا. انا مش عارفه هما الناس اللي بتحب تنزل اساسا. بصي في رمضان يا جماعه الناس لازم تقعد في البيت. انا شايفه الناس بشر بره بيفطروا بقى في النادي وكده. ما بحبش اعمل كده، مش عارفه، انا كسوله قوي.